السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي ومتابعين قناة يوميات زوجة بسيطة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. طبعا بعد فترة غياب طويلة جدا، يعني مش جدا قوي يعني. راجعه لكم بقى بشاورما الكبدة الجميلة اللي انتم شايفينها دي. انا بقى اللي غلبت الشيف محمد حامد في شاورما الكبدة المسكرة الحلوة الأمورة دي. مكوناتها سهلة وبسيطة جدا وموجودة في كل بيت. مش محتاجين يعني ان احنا نأفور او يعني غير الكبدة. بصراحة يعني كانت زهقنا بقى طول شهر رمضان من الاكل بقى اللي اقول لكم ايه الدسم طبعا اللي انتوا عارفينه. فحبينا نغير بقى بعد رمضان كده في ايام العيد وقلنا نعمل احلى شاورما كبدة بالايه بالخضار اللي انتوا شايفينه الجميل ده. وكمان حاجة خفيفة كده علينا بحيث ان احنا ايه زهقنا بقى. طيب المقادير عبارة عن ايه؟ معايا كيلو كبدة مقطعاها كده شرايح، يعني شرايح رفيعة جدا. مش هي ما كانتش بصراحة بالقطعية بتاعة الجزار، انا جبتها كده وقطعتها انا بالطريقة اللي انا حباها. تمام. طيب معايا كمان حوالي نص كيلو من البصل. عندك بقى بصل ابيض بصل احمر الموجود او المتواجد عندك اعمليه. معايا كمان ربع كيلو من الطماطم، قطعها بالطريقه اللي انت عايزاها. ومعايا كمان فلفل، ما عندك فلفل الوان اوكي تمام مفيش مشاكل. ما عندكيش كان عندي فلفل حامي احمر وعندي فلفل اخضر. الموجود المتوفر برضو عندك. تمام كده يا قمر انت وهي. طيب. اولا انا جبت حوالي معلقه ثوم مع حوالي قرن شطه وشويه كمون على شويه فلفل اسود وليمونه وشويه خل صغيرين كده. وقمت متبله بيهم الكبده مع شويه ملح طبعا يعني. وسبتهم كده على جنب. انا بحب اتبل الكبده بتاعتي لازم. ما بغسلهاش طبعا، استحاله ان انا اغسل الكبده. كنت قبل كده بحطها في اللبن بس بصراحه المره دي انا ما حطيتهاش في اللبن. اللبن طبعا بيشيل السموم اللي جواها، وطبعا بتشيلها بعد كده بتشيلها او بتحطها كده في مصفى عشان يشيل ايه يصفها من اللبن اللي فيها. وبعد كده بتتبليها بنفس التتبيله دي. بس المره دي لا، قمت عاملاها كده على طول. جبت زي ما قلت لكم التتبيله بتاعت الجميله دي. وقمت مقطعاها شايفين رفيعه كده جدا كده بالشكل ده. وقمت حطاها بالتتبيله بتاعتها دي وركنتها كده شويه. تمام يا قمر انت وهي. بعد كده بقى معايا حله كده لا معايا صينيه كده على النار، صينيه حلوه كده محترمه كده حلوه. ومعايا حطيت فيها شويه زيت ومعلقتين كبار سمنه بلدي. اللي عندها ليا، طبعا كلكم عارفين اللي مثلا اللي هي بتبقى بتاعه الخروف او دهون عندك متوفره من دهون حيوانيه يعني. ومعاكي ومعايا تحطيها عادي ما كانش خلاص. انا كان عندي سمنه بلدي، حطيت معلقتين كبار سمنه بلدي وحطيت شويه زيت. بسخن الصينيه بتاعتي قوي كده على النار بحيث ان درجه الحراره بتبقى عاليه. بعد كده بضيف عليها الكبده بتاعتي، ده كان كيلو كبده. تمام. بضيفها كل ده بيتضاف على نار عاليه. لازم يا جماعه نسبه الدسم دي، يعني حته اللي اسيب مثلا اقلل شويه في السمنه او اقلل شويه في الزيت يعني. الحاجات الدهون بتخلي للكبده طعم تاني وبتنقلها بصراحه حته تانية خالص يعني. فانا حطيت الحاجات ده على نار عاليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اسيبها كده بس لغايه ما تغير اللون بتاعها. وبعد كده بضيف عليها بقيه المكونات او بضيف يعني الباقي يعني حاجه حاجه. هضيف الاول كده البصل بتاعي، بعد كده هضيف البصل وبعد كده هضيف بقيه المكونات. تمام كده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كده انا كده بالطريقه دي انا ضفت البصل. هسوي برضو يعني ايه يشوح معايا كده شويه. كان ممكن ضفت كل حاجه مع بعضها تمام، بس انا حبيت ان انا اضيف كل حاجه كده تاخد التذكره بتاعتها شويه او بتاخد الطعم بتاعها اللي المفروض هي بتاخده يعني. تمام. فانا ضفت كده البصل وبعد كده ضفت الايه الفلفل اللي هو الالوان او الفلفل الاخضر او الفلفل الحامي ايا كان نوع الفلفل اللي عندك حطيه. هياخد برضو الوقت بتاعه كده. وبعد كده بضيف عليها الطماطم، شرايح الطماطم. طبعا في الحالة دي يعني كان المفروض ان انا يعني في الحالة دي المفروض اعمل ايه. اجيب كده نار تبقى اعلى من كده شويتين ثلاثة. بس انا بصراحة البوتاجاز عندي عملها معايا والانبوبة فصلت. يعني في الوقت ده كنت انا يعني خلاص جبت اخر بصراحة يعني. فالحمد لله اللي هي جت على قد كده.
حطيت الطماطم بتاعتي، وبعد كده بقى ايه هنقلبها تقلبتين كده حلوين على نار عالية طبعا يعني، وخلي بالكم من حتة النار العالية دي. وبعد كده بحط بقى الفلفل اللي هو الملح بتاعها تبلها يعني. حطيت كمون، حطيت كان عندي شوية بهارات اللي هي الكبدة بتنقلها نقلة تانية بتخليها واو بصراحة يعني. حطيت كمان فلفل اسود، وكمان عندي بهارات مشكلة حطيت فيها بصراحة كل انواع البهارات اللي عندي، بس اللي هو البهارات التتبيلة بس، ما حطيتش حاجة تانية يعني. اخدتها كده بالطريقة دي على نار حامية بقى كده زي ما انا قلت لكم بقى. وبعد كده انا هعمل ايه، هسيبها شوية كده تتبل في الخضار بتاعها كده. وكمان عندي الدقة بتاعتها كنت عاملة اللي هو التوم، معلقتين توم كده، مع فلفل اخضر او حامي، يعني حامي او بارد براحتكم. ومع كمان شوية ليمون وحاجات من الحاجات دي يعني التتبيلة بتاعتها القمر دي. وحطيتها عليها كده خدت تشويحتها. وبعد كده حطيت عليها كزبرة خضراء. في ناس طبعا ما بتحطيش الكزبرة الخضراء ده، على فكرة بتبقى ايه اذواق يعني، في ناس بتحطها وفي ناس ما بتحطهاش. انا بحطها بصراحة لانها بالنسبة لي بتدي تيست عالي قوي يعني، او بحبها بصراحة يعني، اللي هي الكزبرة الخضراء بس ما بحبش الشبت. تمام. تاخد تقلبتين ثلاثة كده قمر انت وهي، وبعد كده بحط لها شوية شطة حامين، ده بقى اختيار، عايزة تحطيهم حطيهم، مش عايزة تحطيهم براحتك. بس احنا بنحب الحاجة سبايسي قوي يعني، فبحب ازود الشطة عندي. تمام. هناخد بقى التتبيلة بتاعتها القمر دي الحلوة دي المسكرة دي. وبعد كده هنعمل فيها ايه، هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. يعني هي على فكرة ما بتاخدش وقت على النار، لان هي من النوع الكبدة كل ما بتاخد وقت على النار بتشد. معاكي بقى فحميتين جمال كده تحطهم في الطبق ده. بعد كده بتطفوهم بالزيت، وبعد كده بتكمر عليهم، وبتطلع لك بقى احلى شاورما كبده ما اقولكوش. انا كان نفسي ان انا اعملها بالعيش الكايزر. بس بصراحة أنا ما بحبش غير العيش البلدي، أكل الحاجات دي بالعيش البلدي بتبقى واو وتحفة. والله كنت أتمنى إن انتوا تبقوا معايا تشموا الريحة، وكل اللي يجي انتوا شاويين فراخ، انتوا عاملين كباب ومش عارفة ايه. لا والله العظيم كانت بصراحة جميلة جدا. عندك بقى اللي هي الطحينة، المخلل، طبق السلطة الأخضر بتاعك. عندك خضار جرجير، عندك أي مخلل، أي حاجة، بطاطس مقلية بس أنا بصراحة ما عملتهاش. بصراحة الأكل كان طعمه جميل وخفيف، واحنا حبينا نغير. وكل سنة وانتم طيبين، وما تنسونوش في اللايك والشير، ويا رب يكون الفكرة عجبكم. باي باي.